السلام عليكم. عندي 3 وصفات في هذا الفيديو اللي هي شوربه ديال الشعير بفواكه البحر والكيش بالقمح والشعير وحشوه ديال البسطيله. نبداو على بركه الله. هنا درت المعدنوس والتحميره، زدتهم معلقه كبيره ديال التحميره ومعلقه كبيره ديال الخرق بلدي والملحه والكمون والسكينجبير، وهنايا درت الثومه والقزبر حبته هو ديروه ضيفوه كيجي زوين، وهنايا زيت العود منسم بالاعشاب ومحامضه محكوكه زائد حامضه معصوره، نص حامضه معصوره، وكنخلطو مزيان وكنضيف زيت العود حيت جاتني ناشفه وكنخلطوه مزيان. هذه الشرموله باش غادي نشرملو بها الحوت، الحشوه ديال الحوت تاع البسطيله. نبداو هنا على بركه الله. هنا درنا البصله في المقله، زدت عليها زيت العود المناسب للاعشاب ودرت على نار هادئه وبقيت كنحركهم. ضفت عليهم الفلفله خضراء، الفلفله اللي عندكم ديروها، زائد معلقه كبيره تاع الشرموله اللي حضرنا قبل، وزدت عليهم فواكه البحر الكروفيت والكالامار مقطعين، كنتحرك لهم مزيان، كنحركهم هنايا مزيان. ما كنبغيش الكالامار والكروفيت يطيبوا بزاف، غير شويه. ديجا حنا شحرنا الشرموله مع البصله والفلفله. هنايا القشور ديال الكروفيت كنديرهم في الماء طيب وكنصفيهم وكنديرهم في الشعريه الصينيه، وكنضيفوا الشعريه الصينيه على الحشوه الاولى اللي هي الحوت الكروفيت والكالامار، وكنزيد عليهم مع اللي بقى ديال الشرموله وكنحركو مزيان. هنا كنا درنا الميرنا، درتها بمعلقه تاع الشرموله اللي كنت حضرت وشرملتهم ودخلتهم الفران طابوا واحد شويه، درت تقريبا 4 الحوتات، ومن بعد كيطيبوها شويه ومن بعد فرتتهم ودرتهم ضفتهم على الحشوه. هنا درت تقريبا نص ديال الحامضه مصيره مقطعه مزيان على الشامبينيون الكحل. هنا كيف ما كتشوفوا مع السريع مشى ليا الفيديو فاش طيبت سميتو فاش طيبت هاد البسيطلات المربعين. هنايا كيف ما درتهم انا يا مستطيلين او مربعين، حيت ديجا انا عندي بسيطلات ديال الدجاج باش يكون اختلاف بينهم. هنا حضرت الشوربه ديال الفواكه البحر. هنا درت البصله الخضاريه مع الكرافس مقطعين، وضفت عليهم معلقه ديال الملح ومعلقه ديال البزار، وشحرتهم في زيت العود المناسب بالاعشاب مع معلقه ديال خرقوم بلدي. تضيفي واحد شويه ديال الماء باش ما تحرقش لك التوابل. هنا تقريبا درت عليهم واحد مطيشه كبيره محكوكه وكنحرك مزيان، ومن بعد كديري ضفت عليهم الكالامار اللي مقطع. وهنا درت تقريبا كاس ديال دقيق الشعير مغربل بالماء بارد، وضفتهم على الشوربه ديالنا اللي ديجا حنا زدنا ليها الماء. كيف كتشوفوا دغيا كطيب وكتجي عقده، ومن بعد كنزيدو عليها شويه الكروفيت مقطع وكنحركوه باستمرار باش ما يتكورش لينا وما يلصقش لينا في المقله. هنا عندي 500 غرام ديال الدقيق القمح، القمح الكامل ديال النخاله مغربل، ومعاه تقريبا نص القمح ونص فرينه، وهنا بيضه، وهنا 125 غرام ديال المارغرين، اي نوعيه مهم مارغرين. نستعملوا الملح و4 المعالق ولا اكثر تتجمع لك العجينه، والبزار والزعتر مطحون. نبداو على بركه الله. هنا درت تقريبا كيف ما قلت لكم 225 غرام ديال الزبده، كتقسميها على 2. الدقيق تقريبا 500 غرام. انا ما كنكثرش الزبده، فيا اللي يدير الزبده كامله، ولكن ما بغيتهاش تكون كثيره، اكتفيت بالنصف ديالها. هنا كترمليها بيدك مزيان وكتضيفي البزار والزعتر والملح القياس اللي بغيتي. وهنا كترمليها مزيان حيت خاصها تكون عجينه مكسره،
من بعد ما كترمليها مزيان كتصبح بحال تولي حبيبات، كتضيفي داك البيضه. ضفت هنا البيضه وخلطتهم مزيان. هنا ضفت الكاس الاولاني والكاس الثاني تقريبا باش تجمعت ليا العجين. كتبقاو تزيدوا في الماء حتى تجمع، خاصها تكون قاصحه ما تكونش مطلوقه وما تدلكوهاش، هكا خاصها تجمع. تحاولوا غير تجمعوها ماشي تدلكوها. بقات ليا شويه في التحت، زدت شويه، كنبقى نزيد تقريبا المعلقه يعني باش تجمع. من بعد كنخليوها كترتاح واحد شويه. وهنا عندنا هادو المولات ديال الكاش اللي كيتحلوا من الوسط، كيجيو ساهلين. وعندي مولات صغار، هادو موين والاخرين صغار، واخا انا كيعجبوني الصغار ولكن حتى الكبار كيجيو حتى هما مزيان. قسمت العجينه على جوج، ما تخدموش بالعجينه كامله، قسموها على جوج. وكنسرحها، كناخذ بلاستيكه، ما بين بلاستيكه وبلاستيكه هي باش كنسرح العجين باش يجينا ساهل وما يلصقش لنا في المدلك وما يلصقش لك في الطابله. من بعد كنهزو العجين وكنديروها فوق من المولات الصغار. هاد الطريقه كتجي اسهل على انك ديري بالوحده. حنا درت تقريبا 4 وحطيت فوق منهم العجين ولصقتهم من الوسط ودرت عليهم المدلك، دورت عليهم المدلك كيف ما هكا وكنقطعوهم. هاد الطريقه سهله كيف كتشوفوا. كنلصقوا، ما تخص العجين ما تكونش رقيقه بزاف وما تكونش غليظه بزاف، حيت هاد العجين تاع القمح مع فرينه صحي عوض الفرص. وهنا العجينه اللي بقات كنخلوها ترتاح وكنهزوا العجينه الاولى. هنا كيف ما كتشاهدوا درت اللوبيا باش ما تطلعش ليا العجين، ما تنفخش، باش تشد لا فورم ديالها. كندير اللوبيا. بالنسبه للوبيا احتفظوا بها، تكون مخصصه فقط للكيش. وهنايا درت لهم الحشوه تاع الدجاج. كنت ديجا دايره هذا نهار اخر، كنت عمرت السيجار بكفته تاع الدجاج والسبانخ وشاطت لي الحشوه، درتهم للكيش كيف ما كتشوفوا. صورتهم لكم. ها نتوما كنت محتفظه بهم في الفريكو في البلاستيك. في اي وقت كديري واحد الكميه يعني كثيره من لاباط ديال الكيش وكتحتفظي بها الفريكو الوقت اللي بغيتيها، كتجبديها وكتعمرها كتجيك ساهله. وهنا درت بيضه مع كاس الحليب مع شويه البزار والمليحه وزدتهم على الكيش باش يتجمع. هذا هو الشكل النهائي ديالهم. وصلنا لنهايه الفيديو. ما تنساوش لايك واشتراك اللي دخل جديد. استودعكم الله، الى اللقاء ان شاء الله.